سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. وانتم تشوفي في لا فيديو تاع اليوم. وصفتنا هي وصفه كامل تحبوها، وصفه الكوكا ولا البيتزا كوفار. كوكا هايله تجي كيما تاع المحلات ولا افضل، فرحي بها وليداتك في البرد هذا. اون بليس اقتصاديه، ما فيها ني لحوم ني دجاج، والمقادير تاعها بسيطه وسهله التحضير. جات ما تقهمش وقراف بنينه، حطيتها منا طاروا بها منا. الو نبداو بلي زانغريديون. عندي 4 كيسان تاع الفارينة، ملعقة كبيرة خميرة، ملعقة كبيرة تاع السكر، بيضة و250 غرام زبدة التوريق. صافي كي تشريو زبدة التوريق قسموها على زوج. اول حاجة في بول تاعي نحطو 4 كيسان تاع فارينة، ونبداو نسكرفجو الزبدة تاع التوريق تاعنا كيما راكم تشوفوا. وكل ما شفتوا الزبدة لصقت في العراب اغطسوها في الفارينة، ونحيو الزبدة هذيك الذايبة اللي لصقت. وبعدها كملوا، كي تكملوا كامل هذيك الزبدة خلطيها مع الفرينه بيان، بما كان له تعبزوا الزبده باه ما تذوبش. السر تاع لاباط تاعنا باه تنجح لازم تجي محببه. بعدها نزيد هذيك الملعقه تاع السكر والخميره. الخميره درتها انايا البنات باه لاباط تاعكم تجي ما تقهمش، الكوكا تاعكم ما تقهمش. نزيد بياض البيض ونخلي الصفار ندهن به من بعد الكوكا تاعي. ونبدا نزيد في الماء درت الماء بارد نورمال، جيبوا ماء بارد اللي عندكم. ونبداو نلموا لاباط تاعنا. انا دات معايا 2 كيسان غير ربع. نلم لاباط بلا ما نعجن حتى نحصلوا على هذا القوام، ما يجي يابس ما يجي طري، يجي متماسك. بعدها نغطيها ونخليها ونخدم الحشو تاعي. بالنسبه للحشو نتوما ديروا واش عندكم. انا كان عندي بصله وطماطم وفلفل، قصيت البصله والفلفل حطيتهم في اشوار ربيتهم مليح. بعدها زدت لهم فلفل اسود وزدت لهم الملح وشويه زيت، وحطيتهم يطيبوا على نار قليله. كي يطيب هذاك البصل ونزيد له الطماطم اللي بقات لي كنت ربيتها، ندير 2 حبات كبار كما تشوفوا. بعدها نجيب لاباطاي اللي كنت خليتها ارتاحت، ندردر شويه فرينه ونبدا نفتح العجينه تاعي. كما راكم تشوفوا لازم تكسروا الفرينه باه ما تلصقش العجينه تاعكم في سطح العامل. ومن بعد كي تفتحوها كامل بداو ورقوها. انا طبقتها على زوج، ومن بعد طبقت الاطراف على زوج، صافي على 4. بعدها نعاود نفس العمليه، ندردر لافارين ونفتح لاباط تاعي للمره الثانيه، ونعاود نفس الطريقه اللي درتها من قبل. ديروا نفس الطريقه 2 خطرات فقط يكفيكم. انا كنت درت نفس العمليه 3 مرات. صافي باه تحصلوا على توريق مش مبالغ فيه، 2 يكفيكم. اللي ماهيش حابه تتعب دير 2 خطرات، يعني النتيجه هي نفسها. زدت طويتها للمره الثالثه، ولاباط تاعي هكا جاهزه. فتحت، قسمتها على 2 وفتحت الطبقه الاولى، وجبت البلا تاعي اللي كنت دهنته بالزبده، وحطيت لاباط الاولى عدلتها مليح في البلا، وجبت الحشو تاعي درت طبقه مليحه من الحشو اللي كنا خدمناه كيف كيف. هو اللي يحب يزيد الفياند يحب يزيد البول، اللي يحب يزيد الطونطو مع واش عندكم تقدروا ديروا. زدت له شويه تاع المعدنوس وزيتون اخضر، ودرت جبن تاع القطع، وفي الاخير زدت له جبن مبشور. انا استعملت هذا تاع الشيدار يذوب ليه والقو تاعو مليح. زدت درت طبقه من هذاك الجبن المبشور كيما راكم تشوفوا، حطيته بجيه وفتحت العجينه تاعي الثانيه اللي بقات لي. فتحتها على سمك متوسط، ما تجي رقيقه ما تجي خشينه، وغطيت هذاك كامل الحشو اللي درناه، ونسكرها مليح على الاطراف. بعدها ندهنها بالبيض اللي كنت زدت له شويه تاع القهوه باه تعطينا لون مليح.
ندهنها السطح تاعها كامل، ومن بعد نقسم الحبات تاعي بالموس ونزينها زينو نتوما كيما تحبوا. انا كنت زينتها بالزيتون الاسود وشويه تاع معدنوس، ونحطها طيب البنات. نطيبها من تحت مليح كي تتحمر، لازم تتحمر من تحت مليح باه تجي مقرمشه من تحت. بعدها نشعلوا لها من الفوق حتى تدي هذاك اللون الاحمر مليح. انا كنت زينتها بالزيتون الاسود، نتوما تحبوا ديروها بزيتون اخضر، تحبوا ديروها ججلان سينوش كيما تحبوا نتوما. وهذه هي الكوكا تاعنا بعد ما طابت. شوفوا الله يبارك فجات مليحه، دات لون بزاف شباب، تحمرت مليح. صدقوني جات بزاف بنينه وخفيفه، ومورقه توريق بسيط ماشي هذاك اللي مبالغ فيه. وهذيك الخميره اللي استعملناها خلاتها تجي خفيفه وما تقهمش، قد ما تاكلوا منها ماكمش راح تشبعوا. شوفوا كي قسمت الحبات معاكم، جات الله يبارك، تشبه الكوكا اللي تباع برا. نتمنى تعجبكم لا فيديو.